طبعا الناس كلها منتظرة ومترقبة مباريات كأس العالم بفارغ الصبر، وتحديدا الجولة الأولى اللي هيكون فيها المباراة الافتتاحية ما بين قطر والإكوادور. واحنا كعرب وكمصريين بشكل عام أكيد بنتمنى من كل قلبنا التوفيق للمنتخب القطري، لكون إن دي أول مشاركة ليه على مر تاريخه في المونديال، وإن هو منظم البطولة وبيلعب على ملعبه ويلعب وسط جمهوره. أكيد مكسب هيكون مهم جدا بالنسبة له في حالة تحقيقه، هيديله دفعة معنوية مميزه، لان المجموعه بتاعته برضو مش سهله. لكن حبيت ان انا اخد نظره برضو سريعه كده على احد اهم واقوى المجاميع اللي موجوده في البطوله، وهي المجموعه الخامسه اللي بتضم اقوى المنتخبات. وانا بشوف ان هي مجموعه جباره ومجموعه ناريه. فيها طبعا المانيا احد ابطال العالم، عنده 4 نسخ واخر نسخه حققها كانت في 2014. فيها اسبانيا اللي كان بطل العالم في 2010 مع الجيل الذهبي. فيها اليابان بطل الامم الاسيويه ب5 نسخ، واكتر منتخب في قاره اسيا اللي شارك في البطوله على مر التاريخ، تقريبا لعب في كل النسخ بتاعت كاس العالم. وموجود معاهم كوستاريكا اللي انا بشوف بصراحه ان هي اتظلمت ان هي دخلت في المجموعه دي. هستنى بقى تعليقاتكم في الكومنتات، الناس تقول لي وجهه نظرها ورؤيتها وتوقعاتها للفرق اللي هتصعد من خلال المجموعه دي وتشارك في دور ال 16.